في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نحافظ على الكولاجين في بشرتنا من خلال الاكل والعادات اليومية اللي بنعملها. الفيديو ده بقى هنتكلم عن ازاي نحافظ على الكولاجين في بشرتنا من خلال العناية الخارجية. روحي شوفي الفيديو اللي فات هيفيدك جدا. يلا نبدأ بقى فيديو النهاردة، بس ما تنسيش تسألي عن عروض المتابعة بتاعة التغذية عشان توصلي لشكل الجسم اللي انت عايزاه. يلا بينا نبدأ الفيديو. احنا في الفيديو اللي فات كان كل تركيزنا على الحاجات الداخلية اللي بتأثر على البشرة. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات الخارجية، العوامل الخارجية اللي بتأثر على الكولاجين وبتكسره. اول حاجة واكتر حاجة ممكن تأثر على الكولاجين وتكسره هي الشمس. الشمس يا جماعة هي العدو الاكبر للكولاجين وبتكسره بسهولة جدا جدا جدا. ويكفي بس ان لو واحده اتعرضت 5 سنين للشمس وبتعرض للشمس كتير، ان هي مثلا لو عندها 30 سنه تحس ان هي بقى عندها 55 سنه مثلا. فمهم جدا ان احنا نحط واقي شمس، ومش بس نحط واقي شمس، لانك حتى لو حاطه واقي شمس وبتتعرضي للشمس كتير هتاثري. حاولي لو الشمس قويه قوي انك تلبسي طاقيه وتلبسي نضاره حوالين عينيكي. كمان الميك اب الرخيص، الميك اب عموما انا ما بحبوش، بس الميك اب الرخيص بالذات لو انت بتستخدمي الحاجات اللي هي ب20 والحاجات الرخيصه خالص دي، بقى فيها حاجات بتاثر جدا على البشره وبتمتص وبتدخل البشره من جوه، بتضعف جدا من نسيج البشره وبتاثر على الكولاجين. فمهم ما نحطش ميك اب كتير، ولا نحط ميك اب يكون ميك اب اوريجينال. اني والله شايفه ان الفلوس اللي هتدفعيها في الميك اب دي، لو عندك مشكله في بشرتك بتداريها، روحي عالجي المشكله دي بفلوس الميك اب وبقى مرايا كده من غير اي ميك اب. خلي الميك اب ده من وقت للتاني كده بشكل قليل، هيفرق معاكي جدا. ازاي بقى بالعنايه الخارجيه احافظ على الكولاجين بتاع بشرتي؟ النقطه المهمه اللي ناخد بالنا منها بيصيعوا علينا بيها كده هي كريمات الكولاجين. يقولولك روحي خدي كريمات الكولاجين وبشرتك هتبقى رهيبه. مبدئيا يا جماعه الكولاجين الجزيئات بتاعته كبيره قوي ان هي تدخل في مسام البشره، فاساسا البشره مش هتعرف تمتصها، بس بتعمل مشكله كبيره بقى ان هي حرفيا بتقفل المسام، وبتخلي مع الوقت تحس ان بشرتك كانها يعني مش نظيفه، وبتزود اكسده البشره. فمهم جدا ان مفيش حاجه اسمها كريمات الكولاجين، لكن في حاجات بتساعد على تحفيز الكولاجين. اول حاجه منها فيتامين سي. زي ما انا قلت الحلقه اللي فاتت كده ان فيتامين سي اللي احنا بناخده من الاكل هو يعني فيتامين سي هو اللي بيشغل اساسا الكولاجين. فانا لما باجي احط من بره فيتامين سي سيروم، بيبدا ان هو يحفز انتاج الكولاجين، بالاضافه بقى للحاجات الكتيره بتاعته ان هو بيقلل التصبغات وبيقلل الاكسده بتاعه البشره. فمهم يبقى في الروتين بتاعك فيتامين سي. حاجه تانية كمان مهم يكون في الروتين بتاعك الريتينول، فيتامين ايه. بصوا بقى قصه الريتينول ده، الريتينول الفكره بتاعته ان هو مش بيشتغل في الابيديرم في الطبقه الخارجيه، ده بيدخل لطبقه الديرم اللي هي تاني طبقه في البشره، وبيبدا ان هو يحفز فيها انتاج الكولاجين ويحفز تجديد خلايا البشره. فانت لو عندك بقع او حاجات كده هتلاقيها راحت مع الوقت. فالريتينول برضو من الحاجات المهم تكون في الروتين بتاعك لو قدرتي. بالنسبه للهيالورونيك اسيد، الهيالورونيك اسيد هو حاجه هايجروسكوبيك. يعني ايه هايجروسكوبيك؟ يعني هو بياخد الرطوبه من الحاجات اللي حواليه ويبدا يدخلها في البشره. فالهيالورونيك اسيد حلو جدا انك تستخدميه لو انت بشرتك بتبقى من البشرات اللي بتحسي ان يعني مش بتحسيها تقيله، بتحسي ان الملمس بتاعها خفيف كده وبتحسي ان هي عامله قشور. الهيالورونيك اسيد انا بشوف ان هو حاجه زياده فوق البيع. يعني انا بصراحه لو انا معايا فلوس مثلا اشتري هيالورونيك اسيد ولا فيتامين سي، لا انا هشتري فيتامين سي. واصلا اغلب الكريمات، ممكن الكريمات المرطبه اللي بستعملها اجيب فيها هيالورونيك اسيد. بس المهم في الهيالورونيك اسيد انك لو مرطبتيش وشك بعده هينشف جدا، لان هو هيجروسكوبيك، فمش هيلاقي حاجه مرطبه الوش من بره وهو عطشان للميه، فهيبدا يعمل جفاف للوش. في نقطه الريتينول كمان، الريتينول بيكون غالي جدا انا عارفه كسيرم. في بدايل ليه زي الاكريتين، ده كريم بيكون ب10 جنيه في الصيدليات، وده ليه قصه كده في استخدامه. انا كنت عامله عنها حلقه اهي، هسيبها لك في صندوق الوصف شوفيها عن ازاي تستخدميه. هو ب10 جنيه وممكن يديكي نفس النتيجه، بس مشكلته ان هو ممكن يعمل التهابات لو ما استخدمتيهوش صح. فكره الريتينول ان هو خفيف شويه على البشره، حنين كده، لكن الاكريتين برضو ممكن يدي نتيجه كويسه او احسن ما فيش. النقطه برضو المهمه قوي هي التقشير، سواء تقشير بارد او سواء ان احنا نجيب احماض التقشير في البيت اللي هي بتكون خفيفه، دي ممكن نستخدمها بشكل يومي. التقشير برضو من اكتر الحاجات اللي بتحفز الكولاجين. النقطه بقى الاخيره اللي هتكلم عنها هي الديرمابين. انا هعمل حلقه ان شاء الله هتنزل بكره عن الديرمابين ونتعامل معاها ازاي، وتجربتي انا نفسي معاها، وايه اللي تاخدوا بالكم منه وايه اللي ما تاخدوش بالكم منه. بس بشكل بسيط كده، الديرمابين هي حاجه طبيعيه
بتحفز انتاج الكولاجين بعمليه طبيعيه جدا بتحصل في الجسم، وهي ان احنا لو انت اتعورتي تعويره مثلا هتلاقي جلدك بيتجدد من خلال الالاستين والكولاجين. ده بالظبط اللي الديرمابين بتعمله، هي بتعمل تعوير في الوش بس بصوره طبعا صحيه وبصوره ما تخليهاش تعلم. التعوير دي بتبدا ان هي تعمل قشره وتطلع جلد جديد وتحفز الكولاجين اكتر. امتى نستخدم الديرمابين وناخد بالنا من ايه والكلام ده كله هعمل له حلقه منفصله خالص هتفيدكم جدا. طيب ده كده الروتين، ومعاكم الفيديو اللي فات كان فيه ازاي نزود الكولاجين بالاكل. اعملوا لي بقى لايك وسبسكرايب والحوارات دي كلها، وما تنسوش يا جماعه تسالوا عن عروض المتابعه، بجد هتستفيدوا جدا دلوقتي. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.